الراجل ده يا جدعان فتح عربيه كنافه في الشارع، فانا كنت معدي بالصدفه فقلت اما اجرب من عنده الكنافه واعمل له فيديو دعم بالمره. هو فتح عربيه بسيطه كده في الشارع واسمه مصطفى ومكانه في الحرس الوطني في بنها، ولما سالته قال لي ده مصدر رزقه الوحيد. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تعمل لايك وكومنت واكسبلور عشان تكون سبب بسيط في رزق غيرك. بيعمل كنافه نابلسيه بجميع انواع الحشو اللي انت عايزه، سواء نوتيلا سواء بيستاشيو سواء كل حاجه انت تختارها هتلاقيها موجوده. وبعد كده بيبدا يحط الكنافه على النار، وانا شايف ان المنيو بتاعه اسعاره حلوه جدا والله. بعد ما الكنافه بتستوي كده بيقوم قلبها على الناحيه الثانيه، وبعد كده بيقوم ساقها شربات زي ما انتم شايفين كده. جربت اول حاجه الكنافه اللي هي بالجبنه العكاوي اللي هي زي النابلسيه كده، الجبنه كانت بتشد فوق خالص وكان طعمها حلو قوي. جربت كمان اللي هي بالكريمه البيضه كده، انا عايز اقول لكم بجد الحاجه بتاعته طعمها تحفه والله يا جماعه. ده اكتر حشو عجبني، الكنافه اللي هي محشيه موز بالقرفه طعمها خطير قوي. طبعا كان معايا سندباد وجرب الكنافه اللي هي اللوتس كده، بيقول لي اللي هي طعمها تحفه بجد. جربت كمان البيستاشيو بس دوت بديل البيستاشيو، انا عايز اقول لكم بجد اللي كل حاجته طعمها حلو والله يا جماعه. سندباد برده جرب الكنافه اللي هي بالكريمه وقال لي اللي هي طعمها حلو قوي،